السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مصطفى. اليوم ان شاء الله راح نديرو رول البنان بواحد الطريقه سهله يجي حقيقه رائع. واش نحتاجو الفرصه تاعنا؟ هنايا عندي سنيوه فيها 30 على 40 سنتيم، غلفتها ببابي كويسون ودرت فيها الشرائح تاع البنان بهذا الشكل كما راكم تشوفوا فيه. انا هنايا درت لي 3 حبات تاع بنان كبار، تدي من 3 حتى 4 حبات على حسب الكبر تاع البنان تاعكم، ستفتهم بهذه الطريقه. بالنسبه للبسكويت هنايا عندي 5 حبات تاع بيض، عندي 100 غرام تاع السكر اللي هي تقريبا نص كاس، 100 غرام تاع فرينه اللي هي تقريبا كاس ناقص صباع، نص كيس تاع خميره كيميائيه، وهنايا نحتاج شوكولا اللي راح نسكرفجها فوق البنان هذا. قبل ما نبدا نخدم شحال في الفور تاعي يسخن على 180 درجه، نحكم الشوكولا هذاك ونسكرفجها فوق البنان تاعنا. لا يسكرفج زوج حبات تاع الشوكولا كانوا اكثر من كافيين. نخلي الان هذا الجيش ونخدمو البسكويت تاعنا. بالنسبه للبسكويت ندير 5 حبات تاع بيض هذو، نزيد معاهم 100 غرام تاع السكر اللي هي تقريبا نص كاس، راح نطلعهم مع بعض بالباطير حتى يضاعف الحجم تاعهم اكثر من 3 مرات. هنايا كي تشوفوا الفوي بدا يخلي لي طراس تاوعو، كي تفوتوه الفقاعات هذوك اللي يكونوا من الفوق كاع يروحوا، والحجم الخليط تاعنا يتضاعف اكثر من 3 مرات. معناتها الخليط تاع البسكويت تاعنا راه واجد. كملنا بالباطير. هنايا ندير الفرينه تاعي على 2 خطرات تكون مصفيه، نزيد نص كيس تاع خميره كيميائيه مع جزء الاول تاع الفرينه، ونخلطهم لي بلا بناريز مع بعض. نزيد النص الثاني تاع الفرينه، ونخلطو دائما كي نخلط نخلط غير بالعقل من الاسفل للاعلى بهذه الطريقه باش ما تهبطلناش لاباري تاعنا. الان نفرغ الخليط تاعنا في السنيوه، والان نسويه مليح كطبقه واحده على ارتفاع واحد بشويه. بعد ما سويته الان راح ندخلو الفول اللي كنت سخنته من قبل على 180 درجه، نشعلو من فوق ومن تحت حتى نشوفو بدا لون ذهبي شباب، وبعد نكملو الوصفه تاعنا مع بعض. اذا هذا من خرجته من الفول داري وقت تعطيه بحوالي 20 دقيقه هكاك، وعلى حسب الفول تاعكم نحاول نحيي السنيوه بشويه. نجيب بابي كويسون فوقو نروح نقلبو فوق. لا غير بعد البرد لازم متقطعناش. ونجرب نحي بابي كويسون هذا اللي من الفوق غير بالعقل.
هنايا اذا بغيتو الرولي تاعكم يجي خشين رولوه منا ونروحو، اذا بغيتو يجي رقيق شويه رولوه منا وروحو. انا نديرو شويه خشين لذلك حلوليه بالطريقه هذه. بعد ما روليتو نغلفو مليح بالبابي كويسون. بعد ما نغلفو مليح نديرو في الفريجيدير لمدة ساعتين على الأقل حتى يبرد مليح، ومن بعد نكملو الوصفة تاعنا مع بعض. بعد ما برد الرولي تاعنا حوالي ساعتين في الفريجيدير، الآن راح نخدمولو كلاصاج اللي نزينوه به. هنايا عندي 100 غرام تاع شوكولا سوداء ولا بالحليب، انا استعملت هنايا سوداء. عندي نص كاس تاع كريمه طازجه نسبه الدهون فيها 35%، نص كاس فيه 100 غرام. ونحتاج كاوكاو محمص ومطحون ولا اي مكسرات راكم باغيين ديروهم. اول حاجه نديرها ندير لاكريم فريش هذيك مع الشوكولا تاعنا، وراح نذوبهم مع بعض في حمام مائي ولا في الميكرووند. بعد ما ذوبتهم مع بعض راح نزيد لهم كاوكاو محمص ومطحون هذاك، نزيد بشويه ونشوف شحال يحتاج الخليط تاعي. اذا هنايا درت حوالي نص كاس، يسمى درت حوالي هكاك 50 غرام تاع كاوكاو محمص ومطحون. نجيب الرولي تاعنا هكاك راح نجلاصيه بالخليط هذا. بعد ما كملت كلاصيتو الان راح نقسموه. وهنايا الخشن تاع الحبه نتوما كيف راكم باغيينو. نكمل نقسمهم كاع ونشوفوهم في طبق تقديم. اذا هذا هو الرولي البان تاعنا لنهار اليوم. بعد ما كملت قسمته زينته بالورقه الذهبيه هذيك، نقدروا نزينوه كيف راكم باغيين. نقسمو حبه شوفوا كيف جات دايره، يجي حقيقه رائع بزاف بنين. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. اذا عجبتكم ما عليكم ديروا جيم فيديو، تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، شاركوا الفيديو مع الاصدقاء. كما دائما نقول لكم القناه هذه قناتكم، ما عليكم طلب وصفه لكم هنا في لي كومونتير، وانا ما علي الا بكم طلبات تاعكم ان شاء الله. الى اللقاء في الوصفه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.